القرعة بتختار أصعب طريق للنادي الأهلي للفوز باللقب، وطريق ممهد لنادي الوداد حتى الوصول للمباراة النهائية. والأهلي وصن داونز يضربون موعد مرتقب في نصف نهائي بطولة السوبر ليج لمباراة ثأرية بذكريات خماسية. طريق النادي الأهلي اللي رسمته القرعة بيحتم بشكل قطعي على إدارة النادي الأهلي إبرام صفقة المهاجم. أنا محمد حجازي وده برنامج كاونتر أتاك، ودي أولى حلقات مرتدات إفريقية لهذا الموسم والحديث عن قرعة السوبر ليج الإفريقي. يلا بينا. في القنوات اللي بتتفرج علينا على اليوتيوب، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، اعمل لايك للحلقه علشان توصل لاكبر عدد ممكن من الناس، وقول لنا في الكومنتات توقعاتك للقرعه اللي اوقعت النادي الاهلي في طريق صعب جدا. ولو انت مشجع لانديه اخرى غير النادي الاهلي قول لنا توقعاتك للبطوله. اعمل لايك وكمان عشان الموضوع ده مهم جدا جدا وبيفرق في وصول الحلقه للناس كلها. ولو انت بتتفرج علينا على الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو للبيج وتاكد انك عامل فولو، لان معظم المتابعين لينا ناسيين يعملوا فولو اساس. اعمل لايك للحلقه واعمل شير عشان توصل لاكبر عدد ممكن من الناس. ما تنساش تتابعنا على كل مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، انستجرام، تيك توك واكواي، هتلاقي لينكاتهم في الديسكريبشن. رسميا اخيرا الاتحاد الافريقي بيعمل قرعه بطوله السوبر ليج اللي هتنطلق في نسختها الاولى يوم 20 اكتوبر، مباراه افتتاحيه اوقعت فيها القرعه النادي الاهلي امام نادي سيمبا التنزاني. مباراه صعبه جدا، اصعب فرق الموجوده في التصنيف الثاني هي فرقه سيمبا التنزاني، عامله صفقات على مستوى عالي جدا. شفنا التقديم العالمي اللي عملته نادي صن داونز في الملعب وحضور الجماهير. مباراه دايما بتكون مشحونه بالحضور الجماهيري، اجواء بتكون اما ماطره بيكون فيها رياح قويه، مباراه بتتلعب طبعا بالنهار، الموضوع بيكون صعب جدا في الاجواء اللي موجود فيها سيمبا التنزاني. فالنادي الاهلي اوقعته القرعه امام اقوى الفرق اللي موجوده في التصنيف الثاني، وما زاد الطيله بله هو وصول النادي الاهلي لنصف النهائي وانتظاره لملاقاه نادي صن داونز في مباراه ثأريه بالذكريات الخماسيه اللي كانت في بطوله افريقيا الاخيره اللي حققها النادي الاهلي. برغم انك حققت البطوله ولكن في بصمه سيئه ونقطه سوداء كانت موجوده في البطوله، هي خماسيه صن داونز في دور المجموعات. من القدر بيجيب لك من تاني مباراة تثأر فيها لما حدث في الخماسية الأخيرة. شفنا الخماسية الأولى لما حصلت النادي الأهلي مسك صن داونز سنتين على التوالي، بيخرجوا من البطولة من دور ربع النهائي. كل ما يلاقي نادي صن داونز كان بيقصين من البطولة وبيدفعوا الفاتورة زي ما قال عصام الشوالي. فالنهاردة مرة تانية القدر بيوقع لك نادي صن داونز في مباراة ثأرية تقدر ان انت ترد بيها على اللي حصل في دوري ابطال افريقيا النسخة الأخيرة. ولكن هي مباراة صعبة بالتأكيد، واصبح الطريق للنادي الأهلي صعب جدا حتى وصول المباراة النهائية اللي هياخدنا للناحية الثانية. نبص على نادي الوداد اللي هيلاعب نادي انيمبا في المباراة الأولى، وفي حالة فوز نادي الوداد وتأهله وهو الشيء المتوقع نظرا لقوة نادي الوداد وثقله الإفريقي، وهو أحد الأندية الكبار في الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي ونادي الترجي على المستوى الإفريقي. فمباراة الوداد أمام نادي انيمبا هي مباراة أقرب بشكل كبير جدا طبعا لنادي الوداد، وفي حالة تأهله هيلاعب الفائز من مباراة تيبي مازيمبي ونادي الترجي. لو بصينا على نادي الترجي في النسخة الأخيرة من دوري الأبطال كان غير مبشر إطلاقا، وكانت أداؤه ونتائجه سيئة، والنادي الأهلي أقصاه بعد ما كسبه ذهابا إيابا. ولكن تيبي مازيمبي على الناحية الثانية منذ خروج جاكسون موليكا من نادي مازيمبي إلى أوروبا وهو أصبح من الأندية المتواضعة تماما على المستوى الإفريقي. يمكن نقطة قوة مازيمبي دايما هي أرضه وجمهوره وملعبه، اللي صعب جدا انك تروح تلعب في ملعب مازيمبي وتطلع بنتيجة إيجابية من ملعبه ومن بين جماهيره. ولكن نادي الترجي حتى وإن أقصى نادي مازيمبي فهو غير قادر على إقصاء نادي الوداد. هتبقى مباراة صعبة جدا على الترجي، مباراة اقرب لنادي الوداد، اسهل لنادي الوداد اللي دعم صفوفه بشكل مميز جدا جدا على مستوى التعاقدات. عمل 4 صفقات على ما اعتقد، منهم مؤيد اللافي، منهم الحسوني، لعيبه كويسه جدا عملهم نادي الوداد. شفنا اداء الوداد حتى في البطوله العربيه كان اداء كويس جدا، وفي بعض الاخطاء التحكيميه اللي حصلت كانت السبب في اقصاء نادي الوداد
من البطوله وهو اللي كان مفاجئ بالنسبه لي. ولكن الوداد بيعرف يلعب المباريات الاقصائيه بشكل ممتاز جدا، بيعرف يلعب دوري ابطال افريقيا او المسابقات الافريقيه بشكل كويس جدا. اتوقع وصول الوداد للمباراه النهائيه، واما هيلاقي النادي الاهلي او اما هيلاقي نادي صن داونز. وهنا نروح للملف الاهم في النادي الاهلي وهو المهاجم. النهارده لما ابص على قرعه السوبر ليج الافريقي الاقي ان انا هلعب مع اقوى الانديه في التصنيف الثاني نادي سيمبا، ثم هلاعب نادي صن داونز في نصف النهائي، اقوى الانديه في القاره والنادي الوحيد اللي موجود فيه بين الثمان انديه كلهم القادر على الفوز على النادي الاهلي. انا هلعبه في مباراه نصف النهائي، مباراه قويه جدا، مباراه ثأريه، مباراه هتبقى مشحونه في ارضيه الملعب بكل شيء ممكن تتخيله. صن داونز عايز ياكد التفوق اللي عمله على النادي الاهلي، والنادي الاهلي عايز يرد الطار اللي حصل معاه في بطوله افريقيا الاخيره. في حاله اقصاء نادي صن داونز ووصولي للمباراه النهائيه باذن الله هلاعب نادي الوداد، فهو طريق صعب، اصعب الانديه على كل المستويات انت هتلاعبها في البطوله دي، اصعب الانديه اللي موجوده في القاره هتلاعبهم في البطوله دي، سواء نادي صن داونز او نادي الوداد في المباراه النهائيه، وهو ما يفرض على الاداره حسم ملف المهاجم في الفتره اللي احنا فيها دي. النهارده انا مش هستنى ليناير لما اتعاقد مع مهاجم وانا عندي مشكله كبيره جدا على مستوى خط الهجوم، وهلعب بطوله السوبر ليج وهلعب بعديها كاس العالم للانديه، وهي اكبر الالتزامات اللي مطلوبه من النادي الاهلي في هذا الموسم بدون مهاجم. مش هدخل العب وانا كهربا ما بيلعبش معايا في المباريات المحليه العب بيه على طول في افريقيا، مش هدخل العب بصلاح محسن وانا عندي مشكله ان صلاح محسن اصلا في وجوده في الفتره الاولى مع النادي الاهلي ما اثبتش نفسه، حتى بعد خروجه للانديه اللي خرج ليها ما عملش الطفره الكبيره اللي كانت العين عليها، ونقول ان صلاح محسن عمل اداء كبير يرجع بيه للنادي الاهلي. فانا هنا مش ضامن تالق صلاح محسن. عندي كهربا هيكون في الثلاجه، هطلعه من الثلاجه على المباراه الافريقيه وارجعه تاني الثلاجه على المستوى المحلي، فما اعرفش مستواه ساعتها هيكون عامل ازاي. فبقى يحتم على النادي الاهلي حسم ملف المهاجم بشكل عاجل وسريع، عشان الالتزامات الاهم في مستوى افريقيا او مستوى المنافسات اللي انا داخلها السنه دي كلها قبل يناير. مش هستنى سوزا زي ما بيتم الترويج دلوقتي يناير، مش هستنى ان انا اعمل صفقه اعاره 6 شهور زي ما برضه بيتم الترويج دلوقتي ويكون صفقه من نادي محلي. تاريخنا اسود مع الانديه المحليه لما بنجيب محترف مهاجم منها. الامثله كتيره جدا لو قعدنا نعد مهاجمين جبناها من الانديه المحليه جم للنادي الاهلي كانت صفقات فاشله. فهل انا هجيب صفقه لمجرد ان انا جبت صفقه؟ يبقى مش عايزها. فانا اتمنى ان اداره النادي الاهلي تتعامل مع الوضع بشكل عاجل وسريع قبل الدخول في غمار بطوله السوبر ليج الافريقي ثم كاس العالم للانديه. شفنا نادي الاتحاد بيلعب امام نادي الهلال عامل ازاي. انا ممكن العب الاتحاد في كاس العالم للانديه، ممكن العب نصف نهائي قوي مع بطل الليبرتادوريس، ممكن العب مع مانشستر سيتي، اروح العب مع الانديه دي بدون مهاجم وانا ابقى في عرض الفرصه الواحده اللي هوصل بيها للمرمى. فالموضوع بالنسبه لي هيبقى صعب جدا جدا ان انا ما اتعاقدش مع مهاجم في فتره الانتقالات الصيفيه دي. وبشكل سريع الحديث عن بطوله السوبر ليج والقرعه ومباريات الفرق الموجوده في البطوله وتوقعاتنا بشكل سريع برضو اللي كل الناس متوقعاها طبعا بشكل واضح. المنافسين معروفين، الانديه الكبرى معروفه، نتائج المباريات معروفه، عدم مباراه النادي الاهلي وصن داونز اللي هيبقى فيها كلام كتير جدا، ولكن باقي المباريات تقدر ان انت تحسمها بشكل صريح. فلو انت وصلت معايا لنهايه الحلقه لسه اشترك في القناه واعمل فولو للبيج لو انت على الفيسبوك، اعمل لايك علشان الحلقه توصل لاكبر عدد ممكن من الناس. شكرا.